السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ النهارده ماما هيام هتعمل لكم اكبر بيتزايه. اكبر بيتزايه ايه يا ماما هيام؟ اكبر بيتزايه هعملها لكم بكيلو دقيق، وكمان ممكن هعمل كمان يعني واحده تانية صغيره كده منها. المكونات بتاعتنا كيلو دقيق، بيكنج باودر، خميره. طبعا انا بحط الخميره، انا قلت لكم ما بعملش لها التجربه علشان انا مجرباها وعارفه ان الخميره النوع دوت جربته قبل كده لقيته كويس. وحطيت سكر، معلقتين سكر ومعلقه ونص معلقه ملح، وبقلب المكونات كده في بعضها كده، ما بعملش الاختبار. ودي قلنا لكم اكبر محسن الخل، انا ما بستغناش عن الخل في اي معجنات. وزيت زيتون على نص كوبايه زيت زيتون على نص كوبايه زيت ذره، ما بحطهاش كلها، لو انا احتجتها احطها. انا ماشيه مع الدقيق، اشوف الدقيق بتاعي محتاج واعمله. بصوا يا حبايبي، انا دخل عليا ناس حبايبي كده طبعا لسه هفك لحمه واعمل لحمه والكلام من ده. طبعا لا، انا قلت لا، اعمل بيتزايه، اعمل اكبر بيتزايه كده وناكل مع بعض منها، وبالمره ابقى قاعده معاهم. وحطيت زعتر برضو في الدقيق، يدي برضو ريحه جميله ونكهه جميله للبيتزايه. بصوا بقى، شوفوا البيتزايه دي بتتباع بره بكام، اللي هي الصاج الكبير. وده لبن عندي رايب. طبعا في ناس لو ما عندهاش لبن رايب عايزه تضيف علبه زبادي في العجينه تعملها، بس انا بقى عندي لبن رايب باستمرار. يعني الناس اللي بتوع اللبن اللي معانا لما بيقطع عندهم اللبن، عارفين ان انا بعمل معجنات باستمرار، بيدوني اللبن ده. ودي بقى معلقه سمنه في ايدي كده، بلف بيها العجينه علشان خاطر العجين اللي في ايدي دوت يطلع. وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنتات الجميله لماما هيام. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بخير، ويجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا رب وصحه، يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا. وكل يا رب اللي في الثانويه العامه ربنا ينجحهم يا رب، وفي الجامعات ربنا يوفقهم ويصلح حالهم يا رب، ويجعل كل ايام المسلمين حلوه وجميله. احنا لفينا العجينه بتاعتنا وخلصناها وهنغطي العجينه بتاعتنا، هنسيبها بقى تخمر. ما تخمر بقى ادي خمرت العجينه. طبعا انا بجيب بس على طول علشان خاطر وقت الفيديو. بص انا بقطع كبيره كده دي بقى اللي انا هخليها واحده تانية. والعجينه بقى معانا انا بعد ما قطعت كده قلت لا، ده انا المفروض كنت احطها على طول في الصاج، يعني اعملها على طول في الصاج. دهنت الصاج اهوت بتاعنا، معلقه سمنه كده، واقوم بقى حاطه العجينه ومبططاها في قلب الصاج، وما تخليهاش رقيقه، خلي السمك بتاعها كويس كده. وفردتها وحطيت عليها دي بقى الصلصه بتاعتنا اللي انا عاملاها زي الكاتشب كده التقيله دي، خليتها على البوتاجاز شويه لغايه اما اتقصرت خالص ومبقاش فيها ميه، وقمت عاملاها. كل حاجه من البيت، كل حاجه بيتي. احنا المفروض نسمي قناه ماما هيام دي يوميات ماما هيام قناه احلى بيت في الدنيا، اللي هو كل حاجه بيتي واكل بيتي وكل حاجه بيتي. انا ما بحبش اكل بره، وربنا يبارك للناس اللي بيعملوا الاكل بتاع المحلات ويرزقهم، بس انا من الناس اللي بفضل الاكل بتاع البيت. دي اذواق، واللي عايز يتابعني ويتعلم اكلات جديده مني ويستفيد والله على عيني وعلى راسي. واللي مش بيحب الاكل البيتي وعايز ياكل برضه استفيد. يمكن يجي في وقت معكش فلوس فيه ومعكش مقدره، اعمل من الاكلات دي، هتلاقيها اجمل حاجه في الدنيا واحلى من اي حاجه وانضف من اي اكل في الدنيا. ده اهو ناس بتشور لي بتقول لي في حته ما اتدهنتش، احط يا ماما يا تيتا عليها. حاضر يا رموسه، هسمع كلامك يا عسل اهو، اعمل لك احلى بيتزايه. ادي يا جماعه الصاج بتاعنا الجميل واكبر بيتزايه. شوفوا بقى البيتزايه دي، روح اجيبها من المحل تبقى بكام. ودي شاورما، اللي ما دخلش على فيديو الشاورما طبعا الشاورما فراخ، وعايزه تحط برده لحمه انت حره. انا عامله الفيديوهات بتاعت الشاورمه اللحمه الفراخ، وعامله اللي عايز يخش عليها يعني مش مشكله. ده عباره عن فراخ بتتشوح وعليها بصل وفلفل والتوابل وبتسيبها تستوي. ودي شرايح قوطه بنزوقها، وشرايح فلفل، وفلفل برضو الوان. بس للاسف بقى ما جبت الفلفل الالوان ما لقيتش اصفر، بقى احمر، بقى هو شبه القوطه
لكن انا مش كل دوت الاحمر دوت. ودي بقى جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر، يعني ميكس. لو عايزه تحطي برده موتزاريلا لوحدها انت حره، دي اذواق، تحطيها كده على الوش. والله البيتزايه وزيتون اهو، البيتزايه جميله وخطيره. طبعا احنا كلناها وبعدين نزلت لكم اللي هنا قالوا لي اجمل من 100 محل بيتزا، يعني مش هقول اسماء بقى بيتزا عشان ما عملوش دعايه. اجمل بيتزايه والله العظيم، عايزه اتصور جنبها. شوفوا اهي في الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شوفوا اللي بتقولك بتبقبق دي بقى بترقص في الفرن من الجمال بتاعها. ادي البيتزا الجميله بتاعتنا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، يا احلى ناس واحلى جمهور واحلى ناس بتتفرج واجدع ناس بتتفرج على يوميات ماما هيام. ادي طلعت معانا اهي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا رب يبارك لاي حد بيعمل اي حاجه، ويبارك في بيوت المسلمين ويجعل فيها الخير. يعني بصي بنص كيلو بانيه وكيلو دقيق. انا على فكره عملت بيتزايه تانيه صغيره بس ما ظهرتش معانا، دول الولاد كلوها على طول قبل ما دي تطلع. وشوفوا دي بقى ماما ايام عايزه تقفل معاك